يا مساء الفل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بكل صحة وخير وسعادة. دايما لما بتيجي تشتري موبايل بتحاول تدور على كل حاجة تفيدك، السعر الكويس، الإمكانيات القوية، الموبايل اللي يعيش معاك فترة طويلة، اللي يكون ليه خدمة ما بعد البيع. النهاردة هتكلم معاك عن أقوى موبايلين ممكن يقدموا لك اللي أنت محتاجه ده. الموبايلين دول من شركة ريلمي وهم ال 12 وال 12 بلس. عملنا فيديو عن ال 12 برو بلس اللي بيعتبر كينج الفئة المتوسطة، والنهارده هتلاقي موبايلين مقاربين ليه جدا، وده علشان لو انت مش محتاج بعض الامكانيات اللي كانت موجوده في ال 12 برو بلس تقدر تاخدها في ال 12 بلس او في ال 12. يعني اقدر اقول لك ببساطه هنا ان الفرق بين الموبايلين هو الفرق اللي شخص بيختلف فيه عن شخص اخر في الاستخدامات. في ناس بيكون في بعض الامكانيات في الموبايل هو مش محتاجها. نتكلم بطريقه تكون اسهل شويه، هقول لك الفروق اللي بين الموبايل ده والموبايل ده، لكن الحاجه اللي هذكرها مره واحده تبقى موجوده في الموبايلين. هنا اول حاجه الوزن، هتلاقي فرق بسيط جدا، 3 جرام زياده في النسخه البلس، وده طبعا بيكون راجع لبعض الحاجات اللي موجوده في المكونات الداخليه في الموبايل. الشاشه هنا حجم 6.67 في الموبايلين، وكمان بتدعم 120 هرتز ريفريش ريت، والاثنين هنا بصراحه مميزين في حاجه قويه جدا، ان الموبايلين هنا سطوع الشاشه بيوصل لحد 2000 نت. واول اختلاف هنلاقيه هنا، الشاشه في ال 12 بلس بتكون من نوع اموليد، اما الشاشه في ال 12 بتكون IPS LCD. ده طبعا ما يفرقش لناس كتير قوي، ولكن الناس اللي بتدور على الحاجه الاعلى او الاكتمال هتروح للنسخه البلس. بالنسبه للمعالج هنا في التليفونين، المعالجين هنا الاثنين اقوياء. في النسخه 12 هنلاقي معالج كوالكوم سناب دراجون 685 اللي هو معالج محبب لناس كتير جدا من محبي الالعاب المتوسطه والاستخدامات الخفيفه. اما في النسخه البلس هنلاقي معالج اعلى وهو دايمنستي 7050، المعالج اللي بيعتبر معالج هاي ميد رينج، اللي ممكن يديك اداء اقوى شويه في الالعاب واداء اقوى شويه في الاستخدام. هنا نقدر نقول ان فرق الفلوس تتحكم في فرق المعالج، لكن فعلا الاثنين ادائهم ممتاز. هنا كمان هنلاقي في النسخه البلس تصميم من الجلد مقارب لنسخه ال 12 برو بلس، فهنا نقدر نعتبر ان البلس الميد ما بين ال 12 والبرو بلس. لو انت عاوز تجيب حاجه فيها اللكجيريوس بتاع البرو بلس هتجيب البلس، ولو عاوز تجيب حاجه مجرد انها واخده روح التصميم مع قوه اداء هيبقى معاك ال 12. اداء الموبايلين فعلا ممتاز في تصوير النهار، وفي التصوير الليلي هتقدر تاخد صور كويسه جدا، لان هنا السوفت وير ريلمي قادر يتعامل مع العدسات بتاعته بشكل قوي، فهتاخد الوان حقيقيه، هتاخد صور فيها تفاصيل حقيقيه سواء في اضاءه النهار او اضاءه الليل. وهنا بقى لو عاوز تاخد حته مميزه شويه في النسخه البلس، هتلاقي ان تصوير الفيديو في النسخه البلس بيوصل ل 4K، اما في النسخه العاديه هتلاقي التصوير طبعا فول اتش دي بلس، ده اعلى حاجه اللي هو 1080. فطبعا هنا لو انت بتعمل محتوى او مهتم بتصوير الفيديو هيكون النسخه البلس مناسبه ليك اكتر. الكاميرا الاماميه مفيش اختلاف، الموبايلين بيجوا بكاميرا كويسه جدا 16 ميجا بكسل، هتديك تفاصيل كويسه في الصور، وهنا تقدر تقول ان هو محبش يزعل حد. اداء المستشعرات طبعا والبصمات شغاله في الموبايلين بشكل كويس جدا. هنا اقدر اقول لك ان الموبايلين متساويين في اداء البطاريه اللي هو 5000 ملي امبير مع شحن سريع صاروخي 67 واط، ده بيكون للنسخه البلس، اما النسخه العاديه بتيجي بشاحن 45 واط. الدعم بتاع معالج ميديا تك هيخليك تقدر تقعد بالبطاريه فتره اطول علشان النانومتر. هنا لو بتسالني عن رايي هقول لك حاجه بسيطه جدا، الموبايلين بالنسبه لي صفقه كويسه جدا، ولكن ال 12 مديك حاجه اقتصاديه كويسه، لكن لو انت بتحب تصوير محتوى او شغلك بيبقى بره في اضاءه الشمس بشكل كبير، او بتعمل شغل على شاشه محتاج درجه الوان حقيقيه قوي، هتلجأ للنسخه البلس. انت ممكن يكون مناسب ليك اكتر النسخه البلس ولا النسخه العاديه. يا رب ما كنتش طولت عليكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو عندك اي استفسار سيبولي في الكومنتات. اشوفكم في فيديوهات جايه، سلام.